ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل حاجه حلوه كده سريعه وسهله يعني. هنعمل ايه؟ هنعمل جاتو شاتو. طريقته سهله وسريعه وبسيطه يعني. وكله كوبايه كوبايه كده، فمش هنتلخبط ولا حاجه. يعني المقادير مش هتلخبطنا. مقاديره ايه بقى؟ كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، كوبايه من الزيت، كوبايه من الدقيق، نص كوبايه من الكاكاو الخام. بس هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ نحط اللبن والسكر والكاكاو ونخلطهم مع بعض، وبعدين ننزل بالزيت كده ايه، واحدة واحدة، او ننزل الزيت عادي على طول ونضربه ايه في الخلاط او بالهاند بلندر. يعني موضوع سهل وبسيط والله والنهاردة بقى هنزينه كده ايه بطريقة حلوة. هيختلف معانا يعني، والطعم بجد هيبقى تحفة. هنخلط كده شوية وبعد كده ننزل بالزيت. ومعايا طبعا فانيليا، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا رشة ملح، ومعايا نص معلقة من الخل برضو بيساعد في اي كيكات يعني نحط خل، بيساعد ان هي الكيك يترفع يعني. هحط بقى الزيت وابدأ اخلط بقى. هتلاقوا بقى الخليط ده بدأ يتقل شوية، هيبقى عامل زي صوص الشوكولاتة كده. بصوا يعني نخلط شوية كده، يعني حوالي كده مثلا ايه 5 دقايق كده، هتلاقوه ايه تقل. طيب لو ما تقلش معانا على طول، ممكن نزود شوية كاكاو كمان، معلقتين كاكاو كده، هتلاقوه تقل اكتر. بس هناخد بقى كوباية من الخليط ده او من صوص الشوكولاتة ده، عشان هنسقي بيه الكيك بقى بعد ايه ما نطلعه من الفرن. بس هنعمل ايه بقى؟ معايا الخل حطيته، ونص معلقة من الخل، ورشة ملح، ومعايا 2 من البيضة. هحط بقى الفانيليا على طول. طيب يعني حطيت البيضة، هحط الفانيليا وابدأ اخلط فيه كده تاني. وبعدين هحط بقى الدقيق، يعني معايا كوباية من الدقيق، عليها يعني معلقة كبيرة من البيكنج باودر، او نص كيس البيكنج باودر. يعني عشان ما نتعبش نفسنا، هو نص الكيس بتاع البيكنج باودر برضو بيخلي الكيك يبقى مرفوع كده وحلو. بس هنقلب كده، وبعد كده بقى ايه ننزل الدقيق. دي اخر حاجة بقى، هننزل الدقيق. بس ونقلب كده مش يعني بايدينا، يعني فاهمين يعني بالمضرب اليدوي عادي بقى، مش بالهاند بلندر، مش هنشغلها يعني. هنخلط بس الدقيق مع باقي المكونات وخلاص. الفرن طبعا سخن على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص، 10 دقايق بالظبط وهنطلعها. يعني برضو نعمل لها اختبار كده بالشوكة او بالخلة اللي هي، او بعصاية الشيش طاووق دي. نعمل لها الاختبار، ما لقيناها طالعة نضيفة كده مفيش حاجة، والاختبار في النص، نعمل في نص الصينية مش في الحروف. طلعت نضيفة خلاص كده، يبقى الموضوع حلو معانا. بس هي مش هتاخد اكتر من 10 دقايق. بس الفرن نسخنه، يعني واحنا شغالين كده نسخن الفرن، عشان انتوا زي ما انتوا عارفين الكيكات بتدخل على ايه، على الفرن سخن. وما نفتحش عليها كتير عشان ما تهبطش مننا. بس كده هننزل الخليط. يعني عايزه اقول لكم بصوا تحفه، طعمها حلو جدا وسهله بقى. الصينيه دي مقاس 25. لو عايزين اصغر هتبقى حلوه، لكن لو اكبر هتبقى طبقه خفيفه قوي. يعني لو صينيه اكبر من دي هتبقى طبقه الكيك خفيفه. بس هنطلع منها الهواء وهندخلها بقى الفرن. خلاص كده استوت، بصوا تحفه. نعمل لها اختبار زي ما قلت لكم في النص كده، عشان نعرف استوت ولا ايه. بس هعمل بقى ايه؟ معايا كوبايه من اللبن المتلج، هنزل بكيس الكريم شانتيه عليه. بس يعني انا هعمل كريم شانتيه، عشان بقى ايه هنزينها بقى بالكريم شانتيه والصوص اللي احنا ايه عملناه في الاول. يعني عايزه اقول لكم بجد حلوه جدا وسريعه، يعني ما خدتش وقت معايا خالص. طبعا في الصيف كده بنبقى عايزين حاجات حلوه كتير، الكريم شانتيه ده من الحاجات السهله يعني. بصوا نضرب كده بصوا احنا طالما حطينا اللبن او الميه متلجه على الكريم شانتيه بيتقل بسرعه، مش بياخد وقت يعني. هعمل ايه بقى؟ هحط عليه معلقه كده من صوص الشوكولاته. هيبقى طعمه بصوا تحفه بقى. يعني احط صوص الشوكولاته الاول على الكيك. بصوا يعني طلعت الكيك هدا شويه، وبعد كده حطيت صوص الشوكولاته عليه، الصوص اللي احنا كنا عاملينه اصلا في الاول يعني. بس حط شويه كده معلقه بقى على الكريم شانتيه، هيدي طعم تحفه.
يعني عمل شبه كده طعم الايس كريم. بصوا مش هحط كتير، عطانا لون كده حلو للكريم شانتيه، وطعم طبعا حلو جدا. بس هنزل كل الخليط ده بقى على الصينية الحلوة دي بس، وهدخلها بقى التلاجة تقعد كده شوية عشان تجمد بقى مع بعضها كده. هتلاقوا طعمها بجد تحفة. او ممكن احطها في الفريزر لو مستعجلين عليها، يعني ممكن احطها في الفريزر 10 دقايق كده. هتلاقوا بقى الكريم شانتيه مسك فيها وبقت طعمها حلو. بصوا اللون ده حلو، يعني اللون اللي هو يعني غيرنا اللون الابيض شوية عشان طبعا الكيك طبعا شوكولاتة، فيعني الابيض كان هيبقى لونه مش قوي. فحطينا المعلقة دي عملت شكل حلو. بس معايا بقى اوريو، هكسره كده وهو في كيس، يعني كسرته واحطه عليه. بجد عايزه اقول لكم طعمها كان حلو جدا. ولو عايزين بقى نعمل صينيه كبيره نضاعف الكميه، يعني بدل كوبايه تبقى كوبايتين. بس هدخلها بقى التلاجة تقعد كده نص ساعه ولا حاجه، عبال ما تجمد شويه وخلاص، ونطلعها نقطعها. جربوها بجد هتعجبكم قوي. وممكن بقى نعمل اي حاجه، يعني اي شكل احنا حابينه نزين بيه. ممكن يعني الجاتوه شاتوه بجد من الحاجات الحلوه قوي، ان احنا ممكن نلعب بقى في التزيين بتاعه. بس ادخلها بقى التلاجة ونطلعها نقطعها. بصوا تحفة، جمدت كده ومسكت في بعض كده شوية. بصوا شكلها تحفة، والطعم والله عايزة لكم روعة بقى. او الصوص اللي هو الشوكولاتة ده يعني جوه كده الكيك، لا عامل لها طعم حلو قوي. بصوا بقت متماسكة ازاي بقى وحلوة لما دخلت التلاجة شوية. ندوق بقى طعمه حلو جدا. جربوا بقى وقولوا لي رأيكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.